السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منورني مشرفني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة ليك يا برج الأسد، قراءة من سلسلة جديدة بعنوان هل في رجوع؟ أتمنى القراءة تفيد حضراتكم، تمنيتي لكم مشاهدة ممتعة مفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله، وهذا توقعات وليس إلا. متنسوش حبايبي عمل لايك الفيديو والاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أصحاب برج الأسد يا ريت نعمل شير ونسيب كومنت جميل منك تحت الفيديو عشان نستمر بعمل المزيد من القراءات ليك، ونسمي بسم الله ونبتدي طقطق اليوم. هل في رجوع؟ بادئ قراءتك بأصل كؤوس خالص الكلام والعربة، في تحولات بتحصل وفي نفس الوقت في غموض، وفي عدالة بتتحقق. في نهاية القراءة إن شاء الله هناخد رسائل من الشخص ده من كروت العاطفة، نشوف هيقول لك إيه. أول كارت طار من الديك، وتاني كارت أنا اللي اخترته، ونسمي بسم الله ونبتدي طقطق اليوم يا برج الأسد. بص يا برج الأسد، الشيء اللي شدني في الطاقة أول ما فردت الطارو إن الحكاية دي مش باردة عند الحبيب أو الشريك. أصل الكؤوس اللي بيقول الكلام ده حكاية مش باردة زي ما ممكن يكون هو موضح للناس. بالعكس، ده في مشاعر موجودة ومتحركة. بكارت العرب اهو، في مشاعر موجودة ومتحركة كمان، في حاجة بتحركها. لكن المشكلة عارف فين؟ المشكلة انه مش عارف يتعامل مع المشاعر دي بشكل مباشر. عامل زي واحد حاول يقفل الباب وبعد فترة اكتشف ان كل حاجة كانت وراه، هو مش قدامه. الشخص ده برج الأسد مر عليه وقت وهو نفسه حاول يقنع نفسه إن اللي فات انتهى، وإنه لازم يركز في حياته بس. لكن كل ما يبعد شوية يرجع يلاقي نفسه بيفكر في تفاصيل صغيرة جدا، حاجات الناس التانية يمكن بتعتبرها عادية، لكن هو هنا بقى بيربط الحاجات دي بيك انت بشكل تلقائي. وفي نفس الوقت الشخص ده عنده رغبة قوية انه يمسك زمام الامور بايده. ايوه، الشخص ده خلي بالك مش من النوع اللي بيحب يحس انه ضايع او مستني قرار حد تاني. هو مش من الشخصيات دي. عشان كده انت بتلاقيه ساعات يظهر قوي جدا وساعات بيختفي فجأة، كأنه داخل معركة بين اللي حاسس بيه وبين اللي في الصورة اللي عايز الناس تشوفها أو تشوفه بيها. كمان اللي واضح من الطاقة بتاعتك النهاردة يا برج الأسد إن في كلام مستخبي، وفي حاجات ما اتقالتش، لسه ما اتقالتش. يمكن أسرار، يمكن مخاوف، يمكن شكوك. برج الأسد الشخص ده مش مكشوف بالكامل، في جزء منه لسه حابس نفسه جواه ومش عارف يطلعه. وأوقات كتير الشخص ده بيعيش سيناريوهات في دماغه أكتر ما بيعيش الواقع. بيتخيل لو كلمك، لو شافك، بيتخيل كمان ردة فعلك، وبعدها بيتراجع قبل ما يعمل أي خطوة. أي خطوة حقيقية بيتراجع.
كمان الشخص ده بيعدي بفترات تخبط، يوم يبقى مقتنع انه لازم يتحرك، ويوم تاني يقول لا خليني ساكت احسن. وده سبب ان تصرفاته لو تابعتها ممكن تلاقيها متناقضة شوية، لكن مهما حصل الشخص ده مش في مرحلة اللامبالاة، لا. لأن اللي ظاهر معايا إن المشاعر لسه شغالة، وإنه بيحاول يفهم نفسه قبل ما يفهم أي حد تاني. هو مش عايز يبقى الطرف اللي بيخسر صورته أو كرامته قدام أي حد وقدامك أنت بالذات، وعشان كده لو اتحرك هيحاول يظهر وكأن الموضوع عدى وكان عادي جدا، رغم ان الحقيقة غير كده تماما يا برج الأسد. قراءتنا النهاردة هل في رجوع؟ في الجزء ده بالذات من القراءة عامل زي فيلم قديم حد رجع يشغله من أول وجديد، في ذكريات بتصحى يا أسد، وفي مواقف قديمة رجعت تتقلب في دماغه مرة تانية، وكأن الحياة رجعت تفتح ملف كان مقفول من فترة. واضح ان في حنين جدي وواضح للماضي، مش شرط حنين للعلاقة كلها، لكن حنين للحظات معينة كانت بينكم، لكلام معين كان بينكم، لشعور كان موجود وقتها. والغريب بقى يا برج الأسد إن كل ما الشخص ده يحاول يدفن الذكريات بقى دي يلاقيها راجعاله بشكل أو بآخر. كل ما يقفل الذكريات اللي بينكم دي ترجع له تاني، وكأن في حاجة جواه بتقول له إن القصة دي لسه ما خلصتش بالكامل. لكن خليني أقول لك حاجة مهمة، الرجوع هنا مش من طاقة شخص بيجري ناحية الباب دلوقتي، لا. اللي واضح معانا إن الشخص ده واقف يفكر كتير جدا قبل ما ياخد أي خطوة. بص، الأنثى المستجمة دي بيفكر كتير قبل ما ياخد أي خطوة، في صمت وفي مراقبة وفي مراجعة لكل اللي حصل بينكم، كأنه بيعمل جرد كامل للحكاية دي، زي ايه اللي كان حلو وايه اللي كان غلط وايه اللي كان ممكن يتغير لو كان فيه فرصة تانية حصلت. عشان كده طقطق اليوم بتقول ان فكرة الرجوع نفسها موجودة بقوة وفي دماغه، لكن حتة التنفيذ بقى اللي انت عايزها دي وهو عايزها لسه محتاجة وقت. ليه؟ لانه مش عايز يكرر نفس الدايرة القديمة. برج الاسد في اقتناع بدأ يتكون جوه الشخص ده ان بعض الناس مهما بعدوا بيفضلوا ليهم مكان خاص في القلب، والمكان ده صعب يتشال بسهولة، صعب. الذكريات حلوة،
وفي احتمال كبير كمان انه بيكون بيقارن بين اللي عاشوا معاك انت وبين اي تجارب او اشخاص مروا بعد كده في حياته، والمقارنة دي مش سايباه مرتاح البال بالكامل. لو هنسأل بقى سؤال مباشر للطار اللي قدامنا، هل في رجوع الفترة القادمة؟ فاللي ظاهر معايا ان الباب لسه مفتوح، اصل الكهوس اللي بيقول كده في تحركات هتحصل، والذكريات لسه شغالة، والمشاعر ما اختفتش بالكامل. لكن الخطوة محتاجة وقت. ليه؟ لأن الشخص ده يا أسد ماشي بعقله دلوقتي أكتر من اندفاعه اللي كان في الفترة القديمة، بقى ماشي بعقله. وبعد الذكريات هي اللي بتأثر عليه. يعني أقدر أقول لك يا برج الأسد إن فرصة الرجوع موجودة، لكن قبل الرجوع في مرحلة طويلة شوية من التفكير وإعادة التقييم لكل حاجة حصلت بينكم. إيه الأبراج المتوقع معايا رجوعها؟ معايا برج الأسد، ومعايا برج الحمل، ومعايا برج الميزان، ومعايا برج العقرب، ومعايا برج الجوزاء، ومعايا برج الحوت والسرطان والقوس. طب الشخص ده لو هيقول لك كلمة في رسالة عاطفية بيقول لك إيه؟ بيقول لك إني أسيبك تمشي كان أصعب شيء اضطريت إني أعمله. كمان بيقول لك بلاقي صعوبة في التواصل معاك، عشان كده بقول لك في مراقبة منه. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج الأسد، أتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.